السلام عليكم جميعا، معاكم جيهان. النهاردة هنعمل مارشميلو عشان الأعياد بقى. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم جميعا وسط حبايبكم كلهم. هنعمل هو بطريقته بسيطة جدا، هنعمله في البيت، مش هياخد مقادير كتير خالص. معانا بس معلقتين من الجيلاتين بيتجاب من العطار، سهل قوي، وكوبايتين سكر وكوباية مية معانا. هنبدأ بسم الله كده وناخد الجيلاتين، هنحط عليه نص كوباية مية بس. يعني انا حطيت المية سخنة علشان برضو يدوب بسرعة، فهتاخد كده معانا، مفيش دوبه خالص لحد الحبيبات دي ما تدوب. هتلاقوه بالشكل ده، دابت كلها اهي. نسيبه دلوقتي على جنب لحد ما نعمل السكر. ندوب في نص كوباية تانية، ندوب بقية الكوبايتين السكر دول. نحاول برضو نخليهم في النص كده ونسيبهم مع بعض كده. وناخد بقى عندنا 4 معالق عسل نحل، او لو عندك عسل الكلوكوز. ومعانا كيس فانيليا. عسل الكلوكوز برضو بيتجاب من عند العطار، بس يعني انا بفضل عسل النحل عندنا يعني موجود، فليه نجيب حاجات زيادة من بره؟ نحاول على قد ما نقدر نستعمل الحاجات اللي في البيت. زي ما شوفنا كده السكر داب خالص، هناخده ونضيفه على جيلاتين، وهنحاول بقى نشغل عليه المضرب 10 دقايق. زي ما احنا شايفين ابتدى اللون يغير، كل شوية اللون هيفتح معانا. هنجيب برضو صينية وندهنها زيت، وندهن ورقة الزبدة كمان زيت، ونحط عليها معلقتين مية ورد عشان تدي طعم حلو. نحاول نبطن بقى الصينية كويس قوي بالزيت، وحتى السباتيولا اللي بنشتغل بيها نبطنها بالزيت، علشان المارشميلو بيلزق جامد. فلو ملحقناش ناخد حركة سريعة كده والحاجة كلها متبطنة بالزيت عشان ما تلزقش، للأسف بيبقى بيجمد قوي، هتبقى صعب قوي الحركة بيه. فكل حاجتنا كده نعملها بسرعة وهتبقى لطيفة جدا. بعد ما حطيناه كده هنسيبه في التلاجة 24 ساعة. يعني ممكن تسيبيه وتاني يوم نفس الوقت كده تبدأي تشتغلي فيه، هيمسك مع بعضه وهتحسي ان هو بقى شكله مختلف. عشان بقى نجهز معانا ده تاني يوم كده، احنا برضو بنجهز السكينة اللي هنقطع بيها. عندنا زيت وعندنا سكر بودرة ومعلقتين 3 نشا كده نحطهم عليها، ونجهز بقى علشان نبدأ التقطيع. فزي ما احنا شايفين رش كويس قوي، وهنبدأ زي ما احنا شايفين كده نشيل ورقة الزبدة وننزلها عشان نعرف نقطعها كويس. هتبقى متغلفة بقى من تحت ومن فوق بالسكر والنشا على قد ما نقدر، زي ما احنا شايفين كده. مهم جدا السكر والنشا علشان لما نيجي نقطع المكعبات ما تمسكش في بعضها. عذرا بقى ايدي كلها طبعا متبهدله ومش هينفع البس جواتي عشان اعرف اشتغل. فزي ما احنا شايفين فلافي كده وجميله، وعجبت الولاد قوي صراحه لما دقوها. فبرضو بتبقى حاجه من البيت جميله. وزي ما احنا شايفين اهو غلفناها كلها، فبتفضل كلها متماسكه كده، بتبقى المربع لوحده زي ما احنا شايفين. وياريت تجربوها تبعتولي ايه رأيكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويهمني اسمع تعليقاتكم.